الابطال. هذه مشاركته رقم 13، الحضور الثالث عشر للزعيم. هنا دقائق الاولى الجول 1-0 للهلال عن طريق كارلوس ادواردو في اقل من 3 دقائق بالقميص رقم 3 يكرر هدفه في مرمى بيروزي الايراني ويصعد رفقاء رومان دياز. 1-0 للزعيم. كرة وانطلاقة سريعة. الهلال يؤكد خبراته الآسيوية، تمرسه في القارة الصفراء. الرايات الزرقاء ترفع، علامات الهلال ترفع، والزعيم يتقدم 1-0 عن طريق كارلوس ادواردو البرازيلي في 6 أهدافه الآسيوية في 12 حضور. اللاعب القادم 2015 من التنين البرتغالي العريق الدراجاو اف سي بورتو. كرة ولا أروع، اسيست ولا اميز. الكرة كانت ممتازة من ابراهيم البريك، والكرة بامتياز. ادواردو كانه شاط ضربة جزاء بينالتي حتى في سقف المرمى. لا تصد يا باري، لا ترد يا عمر، والنتيجة 1-0 الزعيم. كرة تمشي ناثر ريبيرو لمصعب. مصعب يوزع كرة في منطقة جزاء خطيرة سوريا، ما زالت شانس فما إمكانية عن طريق اللاعب سيرجيو غارسيا والراس والتعادل. وهدف التعادل للفريق الريال، هدف التعادل من رودريغو تاباتا، هدف التعادل من رودريغو تاباتا. السيناريو القاتل والهدف القاتل اللي قلت نشوف فيه هدف التعادل. الهلال عجز عن انهاء المعركة والديربي، وفي الأخير يأتي هدف قاتل في الدقيقة 78 يولع مع آخر دقائق المباراة. هدف التعادل للفريق الرياني عن طريق رودريغو تاباتا. هنا الكرة هنا وحده برشا اخطاء دفاعية اليوم، برشا اخطاء دفاعية في تمركز لاعبي الهلال. كرة على القائم الثاني وضربة راس تاع معلمية. الرياني الرهيب يتعادل عن طريق رودريغو تاباتا. رودريغو يسجل هدف التعادل في الدقيقة 78. كرة لا تصد ولا ترد. هذه فرحة الجماهير الريانية اللي انتقلت إلى الرياض مساندة لفريقها بطل الدوري القطري العام الماضي. تباتا مساهماته ويصنع الأهداف، ولكن الآن يسجل هدف سيكون غالي جدا. بالقائد الشلهوب ينفذ الكرة. محمد الشلهوب آخر كرة الهلاليين في منطقة الجزاء. كرة تمشي خطيرة، ضربة راس صعبة، وكرة قريبة وركنية. كرة قريبة جدا من الحافظ وعمر. كان ممكن الهلال يخطف المباراة. شوف الكرات الثابتة، هي مباراة الكرات الثابتة الحقيقة، هو ماتش الكرات الثابتة وديربي الكرات الثابتة. كرة قريبة من باري، تمشي الكرة الأخيرة، يلعب الحارس خطيرة والتسديدة، وفيها ماذا الحكم يقول ضربة جزاء. الحكم يصفر بينالتي للهلال. الحكم الأسترالي ماذا هناك؟ يصفر ضربة جزاء على لمسة يد من مصعب. يقول فما لمسة يد من مصعب خضير ويمنح ضربة جزاء للزعيم الهلال وركلة جزاء للانتصار. وقت قاتل، مش ممكن. عاودوا نشوف الصورة فيها لمسة اليد، حاولت وجهتها أم لا؟ القرار للمشاهدين والكابتن جبل الشريف. ضربة جزاء يعتبرها الأسترالي في وقت قاتل على الفريق الرياني. مصعب خضير يده يعتبرها الحكم الأسترالي مفتوحة وغيرت وجه الكرة، والدليل الكرة مشات يعني في اتجاه الركنية. شوفوا الكباتن في الاستوديو مع الأخضر ما لهم وما عليهم. الآن الكرة الأخيرة بعمر باري أو الشلهوب الموهوب الذي دخل ليغير الظروف الصعبة للهلال. ضربة جزاء للزعيم من أجل 3 نقاط وتغيير جديد في الترتيب، أم سيبقى على ما هو عليه؟ سنرى نتابع. الصدارة حاليا للريان مع بيروزي إيران. لو يسجل الشلهوب سترجع الصدارة للهلال مع فريق إيران. سنرى. مباراة مهمة وضربة جزاء مفصلية في تصفيات آسيا هذا العام. الزعيم بالشلهوب والرهيب بعمر باري. والدقائق الأخيرة كانت مثيرة جدا. فيكتور كاسريس ورقة صفراء على الاحتجاج، وكرة تمشي للهلال. كرة عن طريق الشلهوب، ضربة جزاء آخر شوطة في المباراة تساوي 3 نقاط. يمشي الشلهوب يحط جول. سيلفي للهدف الثاني. الشلهوب
الشلهوب ينقذ رامون دياز ويخلص الهلاليين من براثن الرهيب الرياني. مش ممكن على إثارة الخواتيم، مش ممكن. قلت لك في دقيقة سابقة للوقت بدل الضايع، هل نحدث وهل نعيش على ذكريات الأهداف القاتلة آسيوية للزعيم؟ نعم، هكذا كان، هكذا كان. والشلهوب يعيد الزعيم إلى صدارة المجموعة. 4 نقاط للهلال، 4 لبيروتزي، 3 الريان ولا نقطة للوحدة. في السقف ولا أروع في الوسط أمنها الشلهوب. يلزم قوة شخصية، يلزم خبرة كروية طويلة. مش سهل انك تشوت بينالتي الربح في الدقيقة 94. كل الضغط على الموهوب، ولكن اللي عنده الشلهوب يغير المكتوب. 2-1 للزعيم في ماتش صعب وصعب جدا. ماتش كان مبكر بهدف ادواردو. الهلال تراخى واستسهل وسير، ولكن غدر بالكرة وبواقع الكرة وبحقيقة واستحقاق تباتا في 1-1. ولكن الكرة الغدارة، ضربة جزاء في الدقيقة 94 تمنح الهلال والشلهوب الانتصار ب 2-1. أصعب 3 نقاط في هذا المشوار الآسيوي لفريق رامون دياز. ضربة جزاء يحصل يا مصعب. الريان استبسل في الدقائق الأخيرة، الأودروب كان قريب، ولكن الهلال فاز في الختام. زميلي الأخضر بالريش، إثارة المباراة في الدقائق الأخيرة، ضربة جزاء باش تسيل برشا حبر. الجانب القطري يرفض هذه الركلة، الجانب السعودي ضمن 3 نقاط. والنقاش في ضربة الجزاء يتواصل معكم في استوديو المباراة.